فهاد السيمانه عبد المجيد كان في واحد الحفل التخرج ديال العسكر. تفرج في الفيديو كامل باش تعرف فين غادي يصيفطوا هاد العساكريه اللي غادي يتخرجوا. مرحبا بكم في حلقه جديده من اجي تعرف. فاش جا عبد المجيد تبون والشنقريحه لهاد الحفل ديال التخرج، الجنود بغاو يلقاو عليه كلمه ترحيبيه للرئيس والبيدق ديالو، وهنا كانت الصدمه حيت طرات واحد الحاجه اللي عمرها دارت في الجزائر وحتى واحد ما كان متوقعها. اسيادنا الخطاب كان باللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه واللغه الصادمه هي اللغه الروسيه. الروسيه. خليكم مع الفيديو باش نشرحوا لكم من بعد. Господин президент республики, виши главна командующий вооруженными силами и министр национальной обороны, в нашем новом Алжир вы заложили фундамент, возвели здание, установили безопасность и поклялись служить человеку и благу народа и страны. Как прекрасно для человека умереть ради своей страны, но еще прекрасный جد для нее. داروا ترحيب وخطاب باللغه الروسيه، وهذا الشيء اللي داروا اول مره غادي يكون في دوله الجزائر. دوله الجزائر ما داروش خطاب باللغه الفرنسيه وداروه باللغه الروسيه، وهذا الشيء كيدل على حاجه وحده. هذه الحاجه هي انه الجزائر بيدق ديال روسيا، اولا باعوا راسهم لبوتين، ما بقاوش تابعين لفرنسا حيت الجزائر داخله في حرب كبيره معاهم، والضحيه في هذا الشيء كامل هما المهاجرين الجزائريين اللي كاينين في فرنسا، واخرهم هو اللي هضرنا عليه مؤخرا في فيديوهات اللي سبقوا، نائل الله يرحمه. واليوم اللي شفنا طالب عسكري جزائري كيخطب باللغه الروسيه، يعني هذا الشيء كيدل على حاجه وحده، وهي انه عبد المجيد مشى لروسيا، دار اتفاقيه مع عمي بوتين انه يوجد ليه العساكريه باش يحارب بهم ضد اوكرانيا. يعني انت واحد الجندي جزائري داخل العسكر باش تدافع على بلادك، كيعلموك اللغه الروسيه وكيوجدوا فيك باش تمشي لروسيا باش تتفاهم مع العسكر ديالهم وتحاور معاهم باش يدخلوك للحرب الاوكرانيه، وماشي غير الحرب الاوكرانيه حيت روسيا مازال كتضارب وكتقلب على شنو دير. وهذا الشيء كيبين انه عبد المجيد مشى لروسيا باش يبيع الجنود ديالو، غادي يضحي بهم وهما مساكن ما عارفين والو. دابا الاعلام الجزائري كيبين للشعب ديالو في التلفازه غير العسكر، وكيبينوا للشباب الجزائري المصير ديالهم من هنا للقدام. ما عندك ما تسالهم، كيوريهم شنو كاين من هنا للقدام، ما عطينهمش امل في الحياه. وهذه المساله ديال انه جندي جزائري باقي الله تخرج كيخاطب باللغه الروسيه، هذا الشيء كيدق به على فرنسا وكيقول لهم حنا ما بقيناش بيادق ديالكم ولينا بيادق ديال روسيا. تبون وشنقريحه والجنرالات ديال الجزائر ما بغاوش يديروا عقلهم، وكيبان ليا باللي الرد ديال فرنسا ما غاديش يكون ساهل. دابا نتوما كمتتبعين قولوا لي شنو بان لكم في هذه القضيه اللي دارت تبون وشنقريحه مع بوتين. حتى لهنا سال الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش لايك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع صحابك. تهلا.